نتعلموا نقولوا الحقيقة. إلا بغينا نزيدوا للقدام كنخاطب العقول، كنخاطب الثقافة اللي كاينة في العقول، ماشي تنخاطب الرجلين يماركيو بيت ويساليو، لا. المغرب كيعيش ثورة كروية حقيقية، نتائج واعرة في كاع المستويات، من كأس العالم 2022 الأولمبياد باريس 2024 حتى لكأس العالم للشباب 2025. هادشي اللي خلى العالم كامل يسول شنو السر، كيفاش بلاد بحال المغرب قدرت توصل لهذا المستوى بهذه السرعة هذه. وباش نفهموا ونجاوبوا على هذا السؤال هذا خاصنا نرجع شوية اللور. 25 يونيو 2018 المغرب تقصى من كأس العالم في روسيا، خسر ضد إيران وضد البرتغال والتعادل مع اسبانيا. المغاربه ما تقلقوش بزاف، قالوا خروج مشرف، خرجنا وراسنا مرفوع كما كنقولوا، زيرنا البرتغال وتعادلنا مع اسبانيا. ونتيجه مشرفه، زعما يستحق انه يتاهل ويستحق انه يفوز، ولكن من هادشي كامل انهم فرجونا زعما الصراحه، وحنا فخورين بالمنتخب المغربي. كنا فرحانين بالخروج، وباش نكونوا واقعيين في هاد كأس العالم دخلنا لي ماتش بنقص نفسي، تغلبنا نفسيا قبل ما نتغلبوا في التيران، خرجنا كما قلنا وراسنا مرفوع. من بعد 4 سنين اي 14 جانفي 2022 المغرب خرج من نصف نهائي كأس العالم ضد فرنسا، من بعد ما واجهنا كرواتيا، بلجيكا، اسبانيا، البرتغال، وقفنا ندا للند ضد فرنسا. هاد المرة العالم كامل شاف شنو كاين، والعالم كامل صفق وقال لنا ان المغرب دار اداء مشرف وشرف الكرة العربية والافريقية. ولكن المفاجأة المغاربة خرجوا مقلقين على غير العادة. المغاربة ما فرحوش، قالوا كنا باغيين الكاس، وهذه كتوقع لأول مرة، يعني بدل ما نحتفلوا بالأداء المشرف ولينا باغيين الفوز. وهنا بالضبط تبدل كل شيء، الكرة المغربية تقلبات 180 درجة. فوز القجع قالها في واحد الندوة، المغرب تجاوز الحاجز النفسي بعد مونديال قطر. أعتقد بأن ما فعله المغرب، المنتخب المغربي في قطر، هي يعني بغض النظر عن النتيجة والرتبة الرابعة عالميا إلى غير ذلك، فهي كسر لحاجز بسيكولوجي اعترض الأفارقة والمنتخبات العربية لوقت طويل، وسيفتح المجال إن شاء الله في المستقبل القريب لأن يفوز فريق عربي وإفريقي بكأس العالم. هذا الحاجز اللي باقي كيعانيو منه بزاف ديال المنتخبات عربيه وافريقيه، المغرب ولا كيامن براسو، ولا كيعرف باللي الفوز ماشي مستحيل. ومن بعد عام فقط المغرب ربح كاس افريقيا لاقل من 23 سنه، وجاب الميداليه البرونزيه في اولمبياد باريس 2024. ولكن حتى هاد البرونزيه ما كافياش، الناس كانوا كيقولوا بغينا الذهب، يعني السقف ديال التطلعات ولا طالع بزاف. ومن بعدها المنتخب المحلي ربح الشان ديال 2025، انجازات متتاليه، كل عام المغرب كيزيد خطوه للقدام. ولكن وسط هاد النجاحات كامل كاينه واحد النقطه سوداء، المنتخب اقل من 20 سنه خسر نهائي كأس إفريقيا، وهاد الخسارة كانت قاسحة بزاف. ولكن حتى وهي خسارة الناس قالوا راه إنجاز. وهنا فوزي القجع تدخل بقوة عاوتاني، جمع اللعابة ديال المنتخب أقل من 20 وقال لهم المغرب ماشي جاي هنا باش يشارك، المغرب جاي باش يربح. وشرحت لكم بان غاني كومبيتيسيون سي فورماتور داخل في التكوين نتاعكم. يقدروا الاوتور يتفقوا معايا ولا ما يتفقوش معايا، انا هذا رايي وتنقولوا لهم في الاجتماعات، وغادي يبقى قناعتي، لان النسبري غانيور ماشي هو الاسبري اللي كي ادمي ولا كي جوستيفي لا ديفيت. ما يمكنش واحد اللي طلع غير في لاشيك في حياته في لي كاتيجوري ما يمكنش يولي غانيور ملي يكون سينيور، والعكس صحيح. هذاك اللي طلع غانيور ما يمكنش يقبل لا ديفيت ابري. دونك سي فورماتور اي سي بور سلا كو جانسيست اننا من لعبوا الماتش اميكال ولا التورنوا اميكال ولا لوناف ولا لا كاف ولا لا كان ولا لا كوب دي موند، سي توجور لو ميم ايتا ديسبري. موا جانتربيل كنخاطب العقول، كنخاطب الثقافه اللي كاينه في العقول، ماشي تنخاطب الرجلين يماركيو بيت ويساليو، لا. العقلية تبدلات، العقلية القديمة ديال الأداء المشرف تمحات، اللعاب المغربي ولا كيدخل بعقلية المنتصر، وما بقوش كيشوفوا راسهم على أنهم أقل من مثلا إسبانيا أو فرنسا والبرازيل والأرجنتين. بالعكس ولاو كيدخلوا الماتش وهم عارفين باللي يقدروا يربحوا اي منتخب. كأس العالم للشباب في الشيلي المغرب جا في مجموعة نارية، اسبانيا، البرازيل والمكسيك. الناس قالوا اسبانيا والبرازيل
غادي يدوزوا بسهوله، والمغرب غادي يتنافس مع المكسيك على الرتبه الثالثه. لكن المفاجاه المغرب تصدر المجموعه، ربح اسبانيا بجوج وربح البرازيل حتى هي، وخسر ماتش شكلي ضد المكسيك. اللعابه كانوا تايقين في راسهم، ما خافوا من حتى شي منتخب. المدرب ورئيس الجامعه قالوها بوضوح، الهدف هو الكأس. دور 16 تجاوزنا كرواتيا، دور 8 تجاوزنا الولايات المتحدة اللي كانت أقوى منافس والمرشح لأول لقب، وفي النصف ربحنا فرنسا، وفي النهائي سلخنا إن صح التعبير الأرجنتين. العالم كامل كان كيقول أن الماتش محسوم للأرجنتين، ولكن ما عرفوش باللي المغرب بدل العقلية وجيب عقلية جديدة، جينيراسيون زيد إلا نقدروا نقولوا. المغرب دخل هذه المسابقة بعقلية البطل، وفعلا دارها 2-0 للمغرب. المغرب بطل العالم للشباب أول مرة في التاريخ. الناس تيسولوا منين جاو هاد الوليدات؟ الجواب بسيط، من عدة أكاديميات في أوروبا، ومن عدة أندية في أوروبا، ومن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هاد الأكاديمية اللي بدات في 2010، من تما المغرب بدا كيخدم على الأجيال الجديدة. اختاروا المواهب من كاع المدن، عطاوهم تكوين احترافي، القراية زائد الكرة. الأكاديمية كانت خدامة بحال أوروبا تماما. في ظرف سنوات عطاونا أسماء كبيرة، وناحي، نصيري، أقرد، وزيد. ودابا عطاونا الزهواني والزابيري ووحدين أخرين. لكن ماشي الأكاديمية بوحدها، المغرب استثمر في كل شيء، بناء ملاعب جديدة، واستثمر كذلك في تكوين المدربين. وحتى الكرة النسوية ولات في مستوى عالي. منتخب السيدات وصل لنهائي كأس إفريقيا وتأهل لكأس العالم لأول مرة. هادشي كامل ما جاش صدفة، جا بالخدمة وبرؤية طويلة المدى. اليوم المغرب عنده قاعدة قوية، وكيبداو الخدمة من التحت، يعني من الفئات السنية الصغرى. المنتخبات المغربية اليوم عندها عقلية جديدة، عقلية الانتصار، العقلية اللي ما كتقبلش بالأداء المشرف. يعني أي بطولة كيدخلها المنتخب المغربي أو أي فئة سنية كيدخلوها باش يربحوها. المستقبل باين واضح، مونديال 2026 قريب، والمغرب غادي يكون حاضر بقوة كيف ما غادي يكون حاضر في 2030 اللي غادي يتنظم في المغرب. العالم غادي يشوف المغرب من زاوية أخرى. في الأخير الجواب على السؤال الكبير، كيفاش قدر المغرب يوصل لهنا؟ الجواب بسيط، خدمة من التحت، من الفئات السنية، من المراكز، ومن تغيير العقلية. فوزي القجع قالها بوضوح، ما غاديش نمشيو باش نديرو تمثيل مشرف، غادي نمشيو باش نربحوا. منافسة الأندية المغربية والمنتخبات المغربية على حصد الألقاب القارية مسألة طبيعية، بل يتعدى طموحنا للمنافسة على الألقاب العالمية. وهذه الكلمة ولات شعار ديال الجيل الجديد، جيل ما كيوجدش الأعذار، كيبغي يربح. والتاريخ كيشهد أن المغرب ولا قوة عالمية في كرة القدم. الخدمة اللي دارها المغرب من 2018 ما كانتش صدفة، اللي جا من بعد قطر كان نتيجة تخطيط، ودابا اللي غادي يجي من بعد 2025 غادي يكون بداية العصر الذهبي ديال الكرة المغربية. هنا كتسالي الحلقة ديالنا. إلا عجبكم الفيديو ما تنساش لايك واشتراك باش يوصلكم الفيديوهات الجايين إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. تهلا.